اهلا بيكم احلى متابعين في الدنيا. ايه رايكم بقى يا بنات؟ عملنا البيتي فور. بصوا اشكاله حلوه ازاي، اشكاله تحفه تحفه جدا. بصوا اهي تمام. عملنا منه شويه كده بالكاكاو، وعملنا شويه اللي هو الساده. يلا بقى اوريكم احنا دلوقتي هنعمله ازاي ونحشيه. ما تنسيش اللايك وتدوسي على الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويا ريت اللي مش مشترك عندي يتفضل اشترك في قناه كل يوم مع رشا العربي. يلا نشوف. بصي بقى بنعمل دي كده. انا حشيتها مربى فراوله، وممكن تحطي اي حاجه، شوكولاته، اي حاجه انت عايزاها كحشو. تمام. وهنرصها هنا كده. نعمل كمان واحده تاني. انا عندي ولادي بيحبوا المربى بتاعه الفراوله، بيحبوا مربى الفراوله جدا، فانا عملت لهم بقى مربى الفراوله. وممكن بعد ما تخلصيها تزوقيها بقى بالشوكولاته واي حاجه يعني اللي العيال بيحبوه. المهم انا هعمله كده ساده عشان هم مش بيحبوا الحاجات دي. انا هكتفي بالمربى بس زي كده. تمام. نعمل كمان واحده تانية معاكم. تحطي المربى كده. للاسف انا ما لحقتش اصور الفيديو كله من اوله، وانا بعمله من الاول. ما لحقتش اعمله، كان عندي ضيوف وما لحقتش ان انا اصور بصراحه الجزء ده. بس طبعا هي مقاديره سهله جدا. اللي كنت عامله كوبايتين من الدقيق وحوالي كوبايه من السمنه، وحاطه كوبايه من السكر البودر، وحطيت كمان بيضتين. في ناس بتقولك حطي صفار البيض بس، او حطي صفار بيضه وبيضه كامله. انا بصراحه بعمله بالبيضتين، بيطلع طعمه تحفه جدا. ما بفصلش الصفار عن البياض، بعمل الاثنين عادي، بحط البيضتين عادي. وهي دي المقادير بتاعت البيتي فور، سهل جدا جدا. هقول تاني، حطيت كوبايتين الاول، حطيت كوبايه السمنه مع كوبايه السكر البودر، ودوبتها كويس جدا. تمام. سواء بمعلقه سواء بمضرب لو مش عندك مضرب. وبعد كده بتحطي البيضتين وبتقلبيهم يعني بتقلبيهم كويس جدا جدا لحد ما البيض بيختفي خالص مع السمنه والسكر. ولو عندك بقى روح موز كمان تحطي. انا حاطه روح الموز، مديله ريحه حلوه جدا جدا يا بنات والله. وبتقلبي كله مع بعض. تمام. بعد ما بتقلبيه بقى مع بعض وكده، بتروحي حاطه بقى الدقيق بتاعك. حطيت كوبايتين من الدقيق وقلبت كله مع بعض. تمام. وعملت العجينه بتاعتي. لو حاسه ان هي سايله شويه، مش سايله يعني سايبه شويه، حطيها في التلاجة. لا انا عملتها كانت مظبوطه معايا جدا، واشتغلت بيها على طول. تمام. عملت بقى بالمكنه طبعا، اللي انا كنت وريتها لكم، كنت عامله قبل كده ريفيو عن مكنه البيتي فور، و كنت عامله بالمكنه. ده كده الشكل بتاعها. تمام. بصوا هاتي كده يا جوجو. تمام. يلا بقى احنا هنكمل بقيه الكميه. هنكمل بقيه الكميه كده، وبعد كده هوريكم في الاخر. خليكم معانا. شكل البيتي فور بعد ما رصيناه. بصوا ما شاء الله، جميل جدا وخفيف وتحفه. ممكن تعملي الشكل ده كده ابيض، وممكن تعملي واحده واحده زي كده اهو. تمام. يلا بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في قناه كل يوم مع رشا العربي. باي باي.